طب انا عايز اشتري قصافة كويسة لشغل البيت، تمام؟ اعمل ايه ونفس الوقت ازاي احافظ عليها؟ طيب اللي قدامك دولت هما نوعين قصافتين: قصافة غالية وقصافة شعبي عادية. يد برتقانة دي الشعب العادية. قبل اي حاجة امسك القصافة اللي تشتريها، تمام، ابص على القطعين دول كده وحط الجنب التاني ده في الشمس او في الضوء. لو لقيت القطعين دول مفتوحين فيهم ضوء، اصبح ان دي كده متاكله متنفعش، او حد قرص بيها، او ماما متشتريهاش. طيب النوع اللي معايا ده نوع ماركة يونيور، يعني حاجة أصلية، تمام، مش شعبية. طيب أيا كان الحاجة اللي هتجيبها سواء عادية أو شعبية، أحافظ على الحاجة إزاي؟ القصافة دي قصافة كهربا، يعني بقشر بيها سلوك كهربا، بقطع بيها سلوك كهربا. خدت بالك؟ ما ينفعش أبدا أقص بيها بقى مسامير صلب، حديد، كل الكلام ده كله هيبوظ معايا القصافة ايا كان ماركتها ايه. نيبكس بقى، يونيور، ايا كان الصافة نوعها ايه، هتبوظ منك لو عملت اللي بقولك عليه ده مثلا سلك رباط، سلك بتاع اللي هو الحبال غسيل، ده ناشف سنة بس يشتغل معاك مفيش مشكلة. ممكن اقطع بيه القصافة بتاعتي، تقطع بيه لو هي قصافة كويسة تقطع بيها ما فيش مشكلة، تمام. المهم ان انا ما اقطعش بيها لا مسامير صلب ولا الحديد ولا مسامير اللي هي البورمة ولا المسامير البورمة والكلام ده كله. اوعى تعمل كده، هتلاقي القطع معاك ده باظ وقتها، تمام. يبقى انا اهم شيء تحافظ على البنسة بتاعتك، تحافظ على البنسة بتاعتك او القصافة. اي حاجة ليها حدين قطع كده تعمل اللي بقولك عليه ده. المسامير، القصافات متنفعش مع المسامير نهائي. فايا كان بقى، جبت قصافة شعبي، قصافة معاك اصلية، ما تعملش الكلام ده خالص، تمام. طيب طبعا هنا بوريك ما تعملش طبعا تصميم الصلب زي ما قلت لك. كل ده هيبوظ منك القصافة، ما ينفعش الكلام ده زي ما قلت لك، هيبوظ معاك الحد القاطع بتاع القصافة. طيب انا اجيب ايه من السوق قصافات؟ عندك توتال كويسة، عندك مثلا رونكس كويسة، الووكن كويسة برضو، عندك ماركة بيسو برضو كويسة. كل القصافات دي في السوق كويسة. زي ما قلت لك اي كان قصافة شعبي او ماركة، زي ما قلت لك كده، عايز تحافظ عليها بقدر الامكان انت تتعامل معاها مع السلوك فقط لا غير. وبالمناسبة القصافة دي اللي معايا دي اللي هي الصفرة دي ماركة يونيور، تمام، من عند عم عماد الجبالي، كنت جايبها منه. قصافة صراحة ممتازة جدا جدا، وسعرها تقريبا 300 جنيه. ده طبعا استوكات، فكويسة جدا جدا معايا. فكده احنا عرفنا الفرق بين